صباح الخير يا جماعه. الحكومه الامريكيه قررت ما تفتحش النهارده. يعني ايه قرروا ما يفتحوش النهارده؟ زي عم محمد كده بتاع الكشك لما يقرر ما يفتحش عشان حاسس بشويه برد، فهم قرروا مش هيفتحوا النهارده. ليه مش هيفتحوا؟ عشان اختلفوا في الكونجرس على الميزانيه بتاعه الحكومه، فمش هيطلع فلوس من الدوله غير لما يتفقوا على ميزانيه. هيتفقوا امتى؟ الله اعلم. مين متضرر؟ كل الشعب هيتضرر. كم واحد في الحكومه شغالين؟ كتير قوي، 750 الف واحد قاعدين باجازات بدون مرتب في البيت، ومليون واحد شغالين بدون مرتب برضو. طب ليه دول شغالين ودول قعدوا في البيوت؟ عشان المليون واحد دول شغالين في اماكن حيويه زي المطارات، زي البريد، الحاجات دي كلها ما ينفعش يقعدوا في البيت، لازم الحاجات دي تفضل شغاله. ولكن مش هيقبضوا فلوس. هيستمروا قد ايه؟ الله اعلم. ناس كتير بعتت لي تسالني هل انت من المتضررين؟ لا، انا مش من المتضررين الحمد لله. ولكن احنا كلنا هنتضرر هنا، لان ده هيعود على الاقتصاد كله. مليارات هتتخسر كل يوم. والدوله هتعاني من الموضوع ده لفتره طويله. ولكن هنشوف هم هيتعافوا من ده ازاي وهيطلعوا منه ازاي. انا قلت اقول لكم الاخبار، اقول لكم ايه اللي بيحصل، فربنا يسترها علينا كلنا. وبرضه دي حاجه ما بتحصلش في ام الدنيا، عشان الناس اللي بتقول لي يا فين الايجابيات، اهي ايجابيات يا اخويا، اهي الايجابيات يا اخويا.